كل يوم بنسمع نفس السؤال ده: أذاكر CMA ولا CFA؟ طيب أبدأ ب FMAA عشان سهلة ولا أدخل في التقيل على طول؟ نفس السؤال ونفس الحيرة ونفس الإجابات اللي بتتوه أكتر ما بتفيد. والسؤال ده لو سألته ل10 هتاخد منهم 10 إجابات مختلفة وكلها صح من وجهة نظرهم. بس الغلط بقى إنك بتسأل السؤال ده من الأساس، لأن مفيش شهادة هي الأفضل بشكل مطلق، بس في شهادة مناسبة ليك أنت وشهادة تانية مناسبة لحد تاني غيرك. وفكرة المقارنة بين الشهادات المهنية، الفكرة نفسها ممكن تعطلك سنين، لأنك ببساطة كأنك بتقارن بين مشرط جراح وقلم مهندس، والاتنين أدوات في منتهى الدقة، بس كل واحد فيهم معمول لهدف مختلف تماما. خد بالك إن الشهادة المهنية مش برواز يتعلق على الحيطة، ولا سباق مين يجمع حروف أكتر جنب اسمه. الشهادة هي استثمار في وقتك ومجهودك. وعشان كده قبل ما تسأل أختار أنهي شهادة، اسأل نفسك الأول: أنا رايح فين؟ أنا عايز أبقى إيه؟ أنا شايف نفسي فين بعد 3 سنين؟ ولما تجاوب على السؤال ده هتلاقي الشهادة المناسبة ليك هتظهر لوحدها. خلينا نبسط الموضوع شوية. لو انت واحد شغفك في الإدارة والتخطيط والمشاركة في اتخاذ القرار، فبوصلتك رايحة ناحية المحاسب الإداري، وغالبا هتلاقي شهادة زي CMA هي الأقرب ليك. لكن لو عينك على التحليل المالي والاستثمار والنمذجة وتقييم الشركات، فانت كده محتاج طريق تاني، وهتلاقي شهادة زي FMVA أو شهادات التحليل المالي مناسبة أكتر ليك. المشكلة بقى إن ناس كتير بتختار الشهادة مش علشان إن الشهادة مناسبة ليها، لكن علشان إن الشهادة دي ترند دلوقتي، أو إن الشهادة شكلها حلو، أو علشان إن حد قال لها إن الشهادة دي كويسة. وده اللي بيخلي ناس تبدأ بس تزهق في النص وما تكملش، أو تخلص الشهادة وما تحسش بأي فرق حقيقي في الآخر. وساعتها المشكلة مش في الشهادة، المشكلة في الاختيار اللي كان غلط من الأول. فالمقارنة بين الشهادات في حد ذاته مش صح ولا هو الحل. والنجاح مش في إنك تختار الشهادة الأشهر ولا الأصعب ولا الأغلى. النجاح إنك تختار الطريق المناسب ليك وتكمل فيه للآخر. وافتكر دايما ان الشهادة مش هي اللي بتصنع الشخص المهني، بس الشخص المهني هو اللي بيدي للشهادة قيمتها. فمتخليش هوس المقارنة بين الشهادات يخليك واقف في مكانك. مفيش شهادة كاملة ومفيش شهادة بتموت، بس في سوق بيتغير وبيتطور كل يوم، وفي محاسب بيطور أدواته عشان يواكب السوق، ومحاسب تاني بيفضل واقف مكانه.